اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. الفطاير او البيتزا، ممكن نقول عليها ميني بيتزا، هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. مش هتكلفنا اي حاجة. باذن الله هنعملها باي حاجة متوفرة عندنا في البيت وبنص كيلو دقيق. هنعمل كمية حلوة جدا هتنفعنا طبعا في الايام البرد، سواء عشاء فطار اكل المدارس. هتبقى مفيدة جدا وسهلة ومش هتتكلف معانا اي وقت ولا اي مكونات. اول حاجة هنا عندي نص كيلو من الدقيق. الدقيق لازم ننخله كويس علشان نضمن نظافته وكمان ندخله هوا. حطيت على نص كيلو من الدقيق معلقتين كبار من اللبن البودرة، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة مش مليانة من البيكنج باودر. بعد كده ضفت شوية او نص معلقة من الزعتر، بيدي ريحة حلوة جدا للفطاير او البيتزا اللي احنا هنعملها. وحطيت معلقة كبيرة من الزبادي. انا هنا ضفت مكون وهو المايونيز، حطيت معلقتين كبار من المايونيز لو متوفر، بيدي هشاشة وطراوة حلوة جدا للعجاين بتاعتنا. وبعد كده حطيت نص كوباية من الزيت. هركب الخطاف ده الجزء ده اسمه الخطاف، ده المسؤول عن العجين في العجان. وهلف كده الخطاف بتاعي او العجان بتاعي الاول لفتين مع المكونات، وبعد كده هنزل بالمية الدافية بتاعتي شوية شوية لحد ما العجينة بتاعتي تلم كده والعجان بتاعي كله ينضف زي ما انتوا شايفين. بفضل اسيبها مدة ما تقلش عن 10 دقايق علشان انا عايزة العجينة تكون عجينة ناعمة وتعتبر عجينة مفتوحة. يعني ايه عجينة مفتوحة؟ يعني لسه فيها تلزيقة شوية في ايدينا، ما تبقاش ناشفة. كل ما العجينة بتاعتنا بيكون لسه فيها تلزيقة شوية، كل ما بتدينا النتيجة روعة. خلاص كده حطيت العجين بتاعي على الرخام واديته رشة من الدقيق عشان اعرف امسكه، وبعد كده حطيته في بولة فيها دهنة من الزيت. هقلب العجين كده وهغطيه وهسيبه. طبعا في الجو البرد العجينة بتاعتنا بتاخد حوالي ساعة عقبال ما تخمر، وبعد كده نبدأ نتعامل معاها. وده برضو يرجع لنوع الخميرة اللي احنا هنستخدمها. بعد كده في الساعة اللي انا سبت فيها العجينة تخمر، جيت اجهز الصلصة بتاعتي، ودي اسرع صلصة ممكن نستخدمها. حطيت معلقتين من صلصة الطماطم، عليهم معلقة كبيرة من الكاتشب، رشة من التوم البودر او التوم الفريش، ملح وفلفل وزعتر، ورشة من السكر ومعلقة من الزيت. ده اسهل صوص طماطم او صوص بيتزا ممكن نستخدمه معانا. هنيجي بقى للصاج بتاعنا اللي احنا هنخبز فيه. الصاج اللي بنخبز فيه المخبوزات انا برشه دقيق او السميد بتاع البسبوسه، مش بدهنه زيت ولا اي ماده دهنيه. ما شاء الله العجينه بتاعتنا خمرت وملت البوله زي ما انتم شايفين، قعدت حوالي ساعه على الرخامه. هرش رشه من الدقيق، وطبعا البوكس المتين بتاع العجين اللي احنا متعودين عليه عشان نهبط الخمر. وعايزه اقول لكم على حاجه، ما نكترش مده التخمير بتاعه العجين، لان ما بنزود المده بتاعه التخمير ريحة الخميرة بتظهر في العجين وما بتروحش منه خلاص، بتعتبر كده العجينة باظت. العجينة بتفور مننا وبيبقى ريحة العجينة فيها ظاهرة جدا وما بتكونش حلوة وما ينفعش نستخدمها. يعني بمجرد ما نلاقي العجين بتاعنا خمر بالدرجة اللي احنا عاوزينها، خلاص بنبدأ نتعامل معاه. نزلت العجين بتاعي كده على الرخامة على رش الدقيق، وبالنشابة او بايدي هاخد من نص العجين لبره، وهحاول اخليها على شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين كده، ويكون السمك بتاعها مش صغير قوي او رقيق قوي. انا عايزاها مثلا تكون سمكها حوالي سنتي علشان تتحمل معانا الحشوة وتتحمل معانا باقي الشغل اللي هنعمله معاها. دهنت الصلصة بتاعتي كده، وهنلاحظ ان انا سايبة من كل جنب حوالي سنتي، ما نوصلش الصلصة للاخر. بعد كده اديت رشة من الجبنة الموتزاريلا واي خضار عندي. انا استخدمت فلفل اخضر وطماطم. الفلفل نكون مقطعينه صغير جدا زي ما انتم شايفين، والطماطم نحاول نشيل القلب بتاعها عشان مش عايزينها تنزل اي مية على العجين بتاعنا. خلاص بعد كده هحط رشة من الزيتون الاخضر، زيتون اسود المتوفر عندك لو مش عاوزة خالص زي ما انتي حابة. بس عايزة اقول لكم ان كل حاجة من دول حوالي معلقتين، معلقتين بس مش كتير، بس بندي تطعيمة للعجين بتاعنا. انا هنا حطيت شوية من البسطرمة، وفي الاخر حطيت شوية من الجبنة الرومي المبشورة.
ونخلي بالنا لما نحط بسطرمة نخلي بالنا من مقدار الزيتون والجبن، عشان البسطرمة بيبقى فيها ملح زايد، ما تبقاش المخبوزات بتاعتنا حادقة زيادة عن اللزوم. وفي الاخر حطيت رشة من الجبنة الموتزاريلا علشان تمسك كل المكونات مع بعض، وبعدين زودت عليهم رشة من الزعتر. هنا على طول كده العجين بتاعنا هاخده كده والفه رول. وطبعا رشة الدقيق اللي احنا كنا حاطينها في الاول هتساعدنا. وعايزه اقول لكم مش لازم ابدا المفرش السيليكون اللي انا شغاله عليه، انا اول مره اشتغل عليه حاجه زي ديت. انا على طول كنت بعملها على الرخامه، ممكن على كيس نايلون، شنطه تفتحيها، ممكن على ورقة زبدة. فما توقفيش نفسك على حاجة، ومن غير حاجة خالص زودي رشة الدقيق على الرخامة واشتغلي، وهتطلع معاكي الحاجة زي الفل. خلاص كده انا لفيت الرول بتاع العجين بالحشو بتاعي زي ما انتم شايفين، وجبت الصاج اللي احنا كنا مجهزينه ورشين عليه رشة الدقيق او دقيق السمولينا اللي هو بتاع البسبوسة. هنا ممكن نقطع بسهولة جدا بالسكينة، بس انا بفضل في الحالة دي اللي انا اقطع بحتة خيط او فتلة كده، بيكون التقطيع متساوي، وكمان بحافظ على الحشوة ان هي ما تنزلش من العجين. بدخل الخيط كده وبعد كده بقفل عليه كده كروس من فوق كده بالعكس، وبنزل اقطع كده. بتبقى العجائن المخبوزات بتاعتي متساوية كده، والحشو جوه ما بينزلش. وطبعا لو احنا هنعمل بسكينة لازم تكون السكينة بتاعتنا حامية جدا عشان ما تقطعش العجين وتبهدل لنا اللي احنا عملناه كله. على الصاج كده هرصص المخبوزات بتاعتي، هسيبها يا دوب بس 10 دقايق ترجع تخمر تاني، واغطيها. وبعد كده قبل ما ادخلها الفرن هديها كده رشة من الجبنة الموتزاريلا على الوش، ودي اختياري مش لازم، بس انا كان متبقي عندي شوية فقلت ايه احط عليها شوية كده من على الوش. ده شكل المخبوزات بتاعتي بعد ما خمرت، وحطيت على وشها شوية من الجبنة الموتزاريلا، وفي الاخر حطيت رشة كده من الزعتر، وهدخلها الفرن. نيجي بقى للتسوية. فرن سخن جدا جدا، درجة حرارة 200. الرف اللي تحت خالص بس مش أرضية الفرن، الرف اللي قبل أرضية الفرن، بتقعد ما بتكملش 7 8 دقايق. بعد كده بطلعها بغطيها بكيس بلاستيك أو أي حاجة عندي بلاستيك، وبعد كده بغطيها بفوطة مطبخ نظيفة، وبسيبها 10 دقايق بالكتير عشان أقدر أمسكها وأقدر أتعامل معاها. ايه رأيكم بقى؟ شايفين نص كيلو الدقيق عمل معانا ما شاء الله كمية قد ايه؟ وشايفين لونها من تحت في منتهى الجمال ازاي، ولا لازقة ولا حاجة. عايزة اقول لكم على حاجة كمان، ان المخبوزات دي هوريكم في اخر الفيديو ان هي سهل جدا ان احنا نخزنها وتبقى عندنا في الفريزر وقت ما نعوزها نلاقيها. بس اهم حاجة لما نيجي نخزنها لازم نخزنها وهي لسه طازة، يعني مجرد ما تطلع من الفرن نسيبها تهدى حوالي نص ساعة، وبنجيب بعد كده العلب او الاكياس اللي احنا هنخزن فيها ونحط الكمية بتاعتنا ونخزنها على طول في الفريزر. بتطلع وقت ما نعوزها ممكن ندخلها الميكرويف دقيقة، او بنسيبها على الرخامة بتفك وبتبقى كأنها لسه خارجة من الفرن. شايفين الطراوة؟ طبعا المايونيز والزبادي واللبن البودرة بيعتبروا من محسنات الخبيز بتاعتنا. ممكن نستغنى عن كل ده بمعلقة خل هتعوضنا برضو. وطبعا يرجع لنوع الدقيق، كل ما بنختار نوع دقيق كويس كل ما بيدينا عجينة كويسة. انا كنت مستخدمة دقيق متعدد الاستخدامات، وممكن تستخدموا الدقيق اللي هو بتاع المخبوزات. ده شكل المخبوزات بتاعتي كده خلاص في الاخر. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. مع السلامة.